هذه أول مرة في التاريخ ديال المنتخب المغربي اللي وصلوا فيها أثمنة تذاكر لهذا المستوى، حيث عمر تذاكر لقاءات الأسود ما وصلت لهذا السقف، خصوصا وأن المباراة رسمية في التصفيات المؤهلة للمونديال. الشارع الكروي المغربي كيتسنى يشوف المنتخب في الزي الجديد ديالو داخل مركب مولاي عبد الله بعد الأشغال ديال التهيئة وإعادة البناء. وفي المواجهة ضد منتخب النيجر فالهدف هو الحصول على نقطة على الأقل باش يضمنوا البطاقة ديال العبور لنهائيات كأس العالم. وها هو تذكير بالأثمنة ديال التذاكر اللي غادي تتباع بداية من نهار الثلاثاء مع 8 ديال الصباح. الدرجة الثالثة 100 درهم، الدرجة الثانية 200 درهم، الدرجة الأولى 300 درهم، صالون الضيافة صالون دو لوسبيتاليتي 1000 درهم، المنصة الشرفية الدرجة المميزة أو الفي آي بي 1500 درهم، المنصة الشرفية العليا الدرجة الفخمة أو الفي في آي بي 2000 درهم، المقصورات الخاصة لسكاي بوكس 20000 درهم. الناس كاملين متحمسين يشوفوا الأسود في الملعب بعد هاد التجديدات الكبيرة.